السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة انجليش ببساطة. بعتذر منكم الفترة اللي فاتت، ما كنتش بنزل على القناة باستمرار، بس كنت بحضر لكم حاجة كويسة جدا بإذن الله، وهنكمل عليها وهتفرحكم جدا. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الفاولز. هنشرح مع بعض ايه الفاولز؟ طيب احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا الفاولز هم ايه. بصوا معايا، عندنا ال A قلنا في فيديو قبل كده، وال E وال I وال O وال U and sometimes Y، وساعات بيبقى عندنا ايه ال Y. طيب يا مس بعد اذنك اديهم لنا بطريقة نعرف نحفظها. بصوا ممكن نعمل كده: ال O، ال A، ال I، ال U and E. وقلنا ان احيانا كمان بيبقى عندنا ايه، بيبقى عندنا الواي. اتمنى ان انتوا كده يكون الكلام واضح ومفيش ايه اي مشكلة. طيب في ناس هتيجي تسألني يا مس ازاي نقرأ الحروف دي او ازاي نستخدمها. خلي عندكم معلومة في الاول كده، ان زي ما احنا عارفين دلوقتي دول الفاولز بتاعتنا. حرف الاي في نهاية الكلمة مش بننطقه، يبقى we don't pronounce it، مش بننطقه خالص. for example عندنا زي كلمة، بصوا كده، كلمة have. احنا نطقنا حرف الاي في الاخر؟ لا، ما نطقناهوش. كلمة late، اوكي، برضو هنا ما نطقناش ايه، ما نطقناش حرف الاي. في الكلمة الاولى هنا كلمة have ما بنجيش نقول هافي، لا بنقول have. معنى كده ان احنا مش بننطق ايه، مش بننطق الاي في الاخر. كلمة late برضو حرف الاي مش بننطقه، ما بنجيش نقول ليتي، لا بنقول late. اوكي، يبقى نفتكر دايما ان حرف الاي في اخر الكلمة مش بننطقه، حرف الاي في اخر الكلمة ايه، مش بننطقه. هديكوا كلمة اخيرة كده، بصوا كلمة زي كلمة like. برضو جينا الاي هنا ايه، هنا الاي هنا ما نطقناهاش، ما جيناش قلنا ايه لايكي. اوكي، يبقى دايما نخلي بالنا ان الاي في اخر الكلام مش ايه، مش بننطقها الا في حالة واحدة، لو جه دبل اي في اخر الكلمة. لو جه دبل اي ايه في اخر الكلمة، مثلا فور اكزامبل بصوا كده زي كلمة free، احنا كده نطقنا ايه الاي، تمام. زي كلمة agree، تمام. هنا عندنا دبل اي في اخر الكلمة، فبالتالي ايه، فبالتالي نطقنا حرف الاي. وبرضو عشان اديكم examples تانية، بصوا معايا زي كلمة tree، كمان عندنا كلمة three. اوكي، يبقى المعلومة اللي عندنا ان الاي لما تيجي لوحدها في اخر الكلام مش ايه، مش بننطقها، لكن لما بتيجي دبل اي زي كده لا، دي هنا يا مس بعد اذنك دي هنا ايه، بتتنطق. يبقى هنا زي ما واضح عندنا كده في الكلمات دي بننطق الحرف زي الياء الطويلة او اي، زي free، agree، tree، three. وكمان ممكن نقول be. اوكي، تمام كده معايا لغاية دلوقتي؟ اوكي، نيجي بعد كده للقاعدة التانية بالنسبة للفاولز او الحروف المتحركة. تعالوا كده معايا نشوفها. بالنسبة لقاعدة حرف ال A، بصوا معايا كده لما بيجي في كلمتين زي الكلمتين دول، الكلمة الأولى أهي، أوكي، والكلمة التانية أهي. طيب يا مس، هنا هنقرأه إيه وهنا هنقرأه إيه؟ بصوا معايا، هنا هنقرأه بصوته عادي ماد، ماد. لكن هنا هنقرأه بالاسم الهجائي بتاعه ميد، اي، اي، ميد، ميد. ليه؟ عشان الكلمة اخرها ايه، عشان الكلمة اخرها ايه، ايه. لكن هنا مفيش عندنا ايه، مفيش عندنا ايه، فهتكون بالصوت بتاعه عادي ماد، ماد.
لكن هنا عشان الكلمة آخرها إيه قلنا إيه made. made. any problem؟ أي مشكلة كده معاكم في القاعدة بتاعت حرف ال A هنا؟ بصوا معايا في المثال ده برضو، كلمة cam وكلمة came. هنا في آخر الكلمة عشان في عندنا إيه قلنا came. came. هنا مفيش عندنا إيه في آخر الكلمة، في حرف ال A اتنطق cam. cam. نبص برضو هنا برضو الكلمتين اللي عندنا car و care. care. هنا عشان عندنا ايه في اخر الكلمة قلنا ايه a care. care. هنا مفيش ايه في اخر الكلمة، فحرف الايه هتنطق car. car. يبقى كده ملخص سريع للقاعدة، لو عندنا ايه في اخر الكلمة بننطق الحرف المتحرك بايه؟ بالاسم الهجائي بتاعه made. made. mad. هنا كمان عشان مفيش ايه. اوكي. هنا came. came. cam. cam. اوكي. car. car. care. care. تعالوا معايا بعد كده للحرف التاني معانا، وهو حرف الاي. حرف ايه؟ الاي. بصوا كده الفرق معايا لما يكون في ايه ولما ما يكونش في ايه. بصوا زي كلمة sit، زي كلمة sight. هنا عشان في ايه معانا في اخر الكلمة فالاي اتنطق باسمه sight. اي sight. اوكي. هنا ما عندناش ايه في اخر الكلمة فاتنطقت بصوتها عادي بالساوند بتاعها sit. sit. اوكي. عندنا زي كلمة برضو تاني، بصوا معايا كده كلمة kit وكلمة kite. عشان عندنا اي برضو في اخر الكلمة الاي اتنطقت بالاسم بتاعها وهنا اتنطقت بالساوند بتاعها kit. kite. نيجي بعد كده لقاعدة حرف اليو، نفس الكلام. بصوا كده معايا كلمة cut وكيوت. ليه هنا يا مس اليو قرأناها باسمها؟ عشان عندنا ايه في اخر الكلمة. وهنا ليه اليو قرأناها بصوتها؟ عشان ما عندناش ايه في اخر الكلمة. برضو كلمة زي كلمة مات وميوت، نفس ايه؟ نفس الفكرة. اوكي. يبقى دي قراءة ايه؟ قراءة حرف اليو. في منكم هيسألني يا مس حرف الاي راح مننا فين؟ يا حبايب قلبي قاعد معانا وتعالوا ايه هنقوله برضو. يبقى بالنسبة كمان لحرف الاي نيجي نبص معايا كده زي كلمة، بصوا كده الفرق، bed بيد. كمان pet بيت. طيب احنا عارفين ان اصلا كده كده حرف الاي في اخر الكلمة ماله مش بيتنطق. اوكي. وهنا قرأناها باسمها بيد. بيد. وهنا بالساوند بتاعها بصوتها بيت. بيت. اوكي. نيجي برضو عشان اوضح لكم اكتر كلمة زي ستيف وستيف. اوكي. اتمنى ان كل حاجة تكون معاكم واضحة لغاية دلوقتي. واخر حرف معانا في الفاول هو حرف الاو. ماله يا مس حرف الاو؟ بصوا معايا كده لما نيجي نقول كلمة زي كلمة رد ورود، وكمان هوب وهوب، يبقى عرفنا الفرق. هنا عشان عندنا ايه في الاخر قلنا رود. رود. وهنا ما عندناش ايه في الاخر قلنا ايه رد. رد. هنا مفيش ايه قلنا هوب. هوب. هنا في ايه قلنا هوب.
hoop. تعالوا كده نحاول ننطق مع بعض الكلمات من الأول مرة تانية. بصوا معايا: mad, made, cam, came, car, care, sit, sight, kit, kite, cut, cute, mutt, mute, bed, bead, pet, Pete, Steve, Steve, رود رود هوب هوب. اوكي، وكده نكون انتهينا من درس النهاردة. اتمنى يكون وصل لكم بشكل كويس وبشكل خفيف ولذيذ عليكم، واستنوني في الفيديو الجاي من انجليش ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.